يلا بينا بقى نخش على التقيل والحاجة اللي يعني بالنسبة للمصريين بيموتوا فيها. كلنا كمصريين بنحب قوي الكواع. الكواع المرة دي مش الشمبري، النهاردة معانا الكواع الدوني. الكواع الدوني، يلا بينا نشوف هنعمل فيها ايه. حابة تعمليها بالشوربة كده وتعملي فتة جنبيها بالخل والثوم، اعملي حباها كمونية بتبقى تحفة 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 يعني. يلا بينا. طبعا مبدئيا الكواعب بتيجي يعني بتبقى عايزة شغل وتنظيف جامد جدا. انا اختصرت بس الفيديو، فمش هجيب لكم كل عملية التنظيف اللي انا قمت بيها، ولكن هجيب لكم اختصار التنظيف بس عشان انتوا شاطرين وكلكم اساتذة فيها. بس انا حابة كمان بس اوضح للبنات بقى الجديدة بقى في الجواز، ومش واخدة على كده، ازاي تطلعي الدودة اللي في رجل الكواع نفسها. هي مش دودة بمعنى دودة وحشة يعني، هي جلدة بصوا على هيئة شكل الدودة دي. لازم بنطلعها بعد طبعا ما بتشيلي الشعر من الكواع بقى وتنضفيها حلوة قوي وتفتحيها من الرجلين زي ما وريتك وكده تمام. انقعيها بقى في مية وليمون وتتغسل كويس جدا وتتشطف مرتين تلاتة. بصوا مية بقت زي الفل. حطيتها بقى انا كده على النار تغلي غلوتين، هحط ورقتين لورا عليها تغلي، واكون محضره كمان ورق لورا وحبهان مطحون وملح وفلفل والبصل مخرطوها. انا مخرطوها بصله كبيره قوي، ومعايا طبعا كيس الطماطم ومعلقتين صلصه وتوم وفلفل احمر. هنا لما شلت عيم حطيت حبة بصل كده صغيرين في ايدي، والملح والفلفل والحبهان المطحون والورق اللورا كده سايباها هي مع نفسها تاخد وتدي بشكل ودي وتستوي. بدل ما انا اسويها بالطماطم وكل شوية تحتاج ان انت تزودي صلصة او طماطم، لا، انا هسيبها لما تستوي كويس علشان انا كمان عايزة اخد منها حبة شوربة. بعد كده هنزل عليها بقى بالبصل، بقيت البصلايه الكبيره، وادي الطماطم كله يا جماعه تعتبر كانها ني في ني، وادي معلقتين الصلصه. وكمان هحط طبعا ميه مغليه. لما تيجي تحتاجي ميه او تزوديها لازم تزوديها بميه سخنه، ما تزوديش اللحمه او اي حاجه زي الكوارع واللحمه بميه بارده، لازم تبقى ميه سخنه. هنا بقى نزلت بمعلقه فلفل اسود، وادي الثوم والفلفل الاحمر، وكمان ربع معلقه كمون، وهسيبها بقى مع نفسها. انا هنا حاطه ملح من الاول، ما حطيتش تاني عشان ما تحدقش مني. لما تيجي تاكلي لو محتاجه ملح هتحطي. زودتها كمان حبه ميه سخنه، وهقفل عليها الغطا وهسيبها بقى لما تستوي. طبعا ما تنسيش تحطي معلقتين السمنه، عشان انا بس الحته دي الخطوه دي نسيت اصورها. هنا طبعا استوت بقى وكانت جميله جدا واتهرت في السوا وكان طعمها تحفه. طبعا الكوارع حلوة قوي ومفيدة كمان بالذات للناس اللي عندها مشاكل في الركبة. ولو حابة تعمليها شوربة وتسيبي الشوربة وهي ساقعة تاكليها زي الجيلي، بتبقى حلوة لعلاج الركبة. أتمنى أن الفيديو يعجبكم، وما تنسوناش في اللايك والشير، وأشوفكم على خير.